المحل كان في الاول بالشكل ده كان فاضي اهو. دي بالنسبه للشاسيه الحديد. هنا اللي عملناه التصور الفينيشنج الديكوري للمحل. دي الحائط المستعار بتاعتنا عملناها خشب، ودي بالنسبه للتكلفه هتخدم الهدف بتاعنا، في نفس الوقت تبقى ماسكه نفسها ومدعمه شاسيه خشب، ووراها كمان الاستاند. دي الفكره اللي احنا بتحاول تلاقي فراغ زي كده، بتحاول ان انت تعالجه وتشوف فين نقاط الضعف اللي موجوده في المحل ده هيبيع ايه، ما هو النشاط بتاع المحل، ازاي ان انت توصل المحل لافضل كواليتي ممكنه، ان هو يستفيد بكل حاجه. هيحط فين الكاشير، الادوات بتاعته، فين الحاجات اللي هيبيعها زي المحل دوت، فين الاستندات اللي هيتحط عليها البضاعه والحاجات بتاعته اللي هيبيعها، المدخل فين، الكلاينت اللي هيدخل. انا عايز اخليه يمشي يلف في المحل كله، مش عايز يروح لحته معينه ويقف فيها، لا انا عايزه يلف المحل كله يشوف المنتجات بتاعتي كلها. دي من شطارة المهندس اللي بيبقى دارس وفاهم يعني ايه ممر الحركة، يعني ايه الكتلة والفراغ داخل التصميم. انا ما ينفعش اعمل مثلا زي الحيطه، لو عملتها حيطه ساده مش طوبه وطوبه الوان كانت تبقى شكلها قافل كده، مكان داخل كده تحس ان هو مكان مش بيع خالص، مش هيحمسني ان انا اشتري المنتج اللي جوه. فانت برضو بما انك بتبقى دارس نظريات لون، بتبقى دارس الاضاءه، بتبقى دارس المساحات عامله ازاي والممرات بتاعتها عامله ازاي. انا عندي عرض 7 متر في المحل، طلعت عندي الاستاند بروزه 85 سم الناحيه دي وبروزه 85 سم الناحيه دي، فهبتدي ان انا استغل المساحه في النص. لا انا ممكن اجيب ممر الناحيه دي بنجيله صناعيه، وممكن اجيب ممر الناحيه دي بنجيله صناعيه، وفي النص كده احط استندات كمان. فهو الكلاينت اللي هيدخل من هنا كده، هيدخل يعدي شايف الاستندات البضاعه اللي بتتباع الناحيه دي، وشايف كمان استند في النص. ممكن كمان في النص اعمل عليه هوت برايس، اعمل عليه مثلا تخفيضات لحاجه معينه، دي حاجه تخص البيع والتجاره بتاعت صاحب المحل. ولكن انت كمهندس لازم تبقى ملم بالحاجات دي، لازم تبقى فاهم ايه اللي بيحصل داخل الفراغ ده وما هو الهدف منه. دي مش شقه ان انا استغل المساحه في غرفه النوم في النوم والراحه والاسترخاء، الحمام اعمله ازاي، المطبخ اعمله اوبن كيتشن ولا لا. يعني هنا ما ينفعش اعمل اوبن كيتشن، هو مش جاي يطبخ، هو ده محل حاجه تجاريه ليس لها علاقه، او ما ينفعش اخدم الهدف الوظيفي بتاع السكني للتجاري. لازم المهندس اللي بيصمم وهينفذ المنشأة دي او المحل ده لازم يبقى مراعيها جدا ومخلي باله منها جدا.